مينا موسى شاب في مقتضى حياته زي أي شاب ممرّض. كان موظّف في مستشفى عام، ولكن جات الفرصة جِه إعلان نزل على التليفون وعلى أحد المواقع إن في راجل كبير طبعًا محتاج لممرّض بمبلغ كويس أو براتب شهري محترم. فطبعًا هنا أصدقاء مينا موسى عرضوا عليه الأمر، قال لهم: "لأ، ده أنا من محافظة المنيا مركز ملّوي، والإعلان ده طبعًا في محافظة المرج بالقاهرة، فطبعًا ده يبعد عني كل البُعد وبعيد عن إقامتي وأنا مش هاروح." فطبعًا راحوا زمايله ال3 اللي كانوا دايمًا ملازمينه في العمل وفي كل حاجة إلى العمل دوًّا، ومن هناك اتصلوا بيه قالوا له: "العمل محترم والعمل كويس وبراتب كويس وهيكون متوفّر ليك إقامة." والكلام ده كله، وبدأوا يستدرجوا مينا موسى. لحد ما راح طبعًا مدينة المرج أو محافظة المرج بالقاهرة، ومن هناك تم المساومة لأهل مينا موسى إن يدفعوا دِيَّة. وبعد كده طبعًا حاول يقاوم مينا موسى أصدقائه دُولَ لمّا حس إن هو في نوع من الغدر، ولكن دي مش وظيفة. وقام واحد من ال3 بضرب مينا موسى بعصاه على رأسه على أساس إن هيدوخ ويهدى شوية، ولكن طبعًا العصاية اللي ضربوا بيها أو الماسورة أو الحديدة اللي ضربوا بيها مينا موسى على دماغه كانت الضربة القاضية. فعشان يتخلصوا منه طبعًا هنا قطعوه أشلاء ورموا أحد الأشلاء في محافظات مختلفة. ده الكلام يا سادة يا محترمين اللي منتشر على التواصل الاجتماعي، ولكن أنا بأكد لحضراتكم عشان في فيديوهات كتير منتشرة، كل فيديو بيحكي حكاية وبيحكي رواية. لحد الآن النيابة ما نزّلتش أي تصريح يؤكد سبب الواقعة أو سبب الحادث أو سبب وفاة أو مقتل مينا موسى. وبالمناسبة مينا موسى ده دخلت على أحد القنوات بما إنه هو طبعًا الديانة مسيحي. دايمًا لمّا بيكون في مقتل واحد مسيحي بيكون في عنف وبيكون في يعني عنصرية جامدة، اللي هم قاصدين إن يعملوا فتنة ما بين المسلمين وما بين المسيحيين. إن حق مينا موسى لازمًا يرجع. إحنا دايمًا بنقول طبعًا كمسلمين أو مسيحيين كلنا إخوة على أرض الوطن، والأرض واحدة والتراب واحد والرب واحد. وحق مينا موسى ما يفرقش طبعًا أو ما يقلّش أهمية عن حق أي حد مسلم، عشان ما حدش بس يخش في الموضوع. يعني الأيام أو الساعات يعني القادمة هتلاقوا في فتنة في الموضوع، وهتلاقوا في إشاعات مغرضة جدًا إن ده عشان مسيحي وده عشان كذا. فإحنا لازمًا طبعًا ننتظر تحقيقات النيابة ونعرف سبب الحادث أو سبب الواقعة بالتفصيل. فأنا بارجو من حضراتكم طبعًا تشيير الفيديو، وعشان كل قناة أو كل إعلام أو كل منصة بتطرح أخبار مختلفة، ولكن من المفترض إن إحنا نكون في انتظار تحقيقات النيابة، ونعرف من اللي هم اتقبض عليهم فعلًا يعني وبيتحقق معاهم، ولكن ما فيش أي قرار ولا أي بيان أصدرته النيابة ولا الداخلية ولا الشرطة ولا جهات التحقيق بسبب قتل مينا موسى. وتم قتله إزاي وإيه الأسباب، وهي فعلًا كانت وظيفة أو كانت مساومة على أساس إن ياخدوا من أهله فدية. ده اللي هنعرفه مع بعضينا خلال الأيام القليلة المقبلة، وأتمنى من الله أن أراكم في دوام الستر والصحة وراحة البال. اللهم آمين يا رب العالمين. وكلنا هنا مسلمين أو مسيحيين على أرض واحدة، وهي أرض الوطن، الأرض المصرية الحبيبة. أعزكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.